صباح الخير. النهارده هنعمل النجريسكو من ألذ وأشهر الوصفات الإيطالية للباستا في مصر عموما وفي الدول العربية. في مطاعم دلوقتي مخصوصة للنجريسكو بتعمل طواجن النجريسكو بطرق معينة وليها تريكات مخصوصة عشان تطلع جميلة ولذيذة. النهارده هنعمل النجريسكو وهنعرف ايه هي المكونات وايه هي التريكات اللي بتتحط في النجريسكو عشان تديله النكهة اللذيذة والقوام المميز. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ النجريسكو كما يجب أن يكون، هو بيتكلم عن نفسه حاجة كده حرفيا لا تقاوم. بس قبل ما ابدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدأ. مبدئيا اول حاجه هنا معانا الدجاج. معايا صدرين من الدجاج، انا غسلتهم كويس اوي، قطعتهم مكعبات كده، حطيتهم طبعا في محلول النقع وبعدين غسلتهم ونشفتهم بمناديل المطبخ. اهم حاجه المرحله دي تنشيف الدجاج بمناديل المطبخ. بعدين بقى نضيف لهم فلفل اسود وكمون، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، والملح طبعا ظبطوه حسب الذوق. ولو في كمان بهارات الفاهيتا او الشاورما. وهنسيب الفراخ في التتبيله كده لمده ربع ساعه تلت ساعه. ومعايا هنا بقى الخضار بتاعي. طبعا اساس النجريسكو المشروم والزيتون والموزاريلا، دول اساس النجريسكو على اصوله. يفضل ان المشروم يكون فريش، بس انا للاسف كنت جايباه قبلها بيومين وما عملتش الوصفه غير النهارده، فخرجته من الفريزر وشغال برضو. عملت الوصفه بيه. وطبعا المشروم ما بيتغسلش، المشروم بس بيتلمع بمناديل. وقطعت هنا المشروم كده بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وهنقطع بقى الفلفل والبصل جوليان. بصوا، هو الفيديو ده عملي شويه، يعني مش محتاج رغي كتير. هفصل انا شويه. وكمان انا حطيت فلفل رومي وفلفل سبايسي. لو حابين فلفل الوان طبعا حطوا اي حاجه انتوا حابينها، يعني فلفل الوان، فلفل اخضر، بس المتوفر عندكم، بس هو برضو بالفلفل الالوان بيبقى حكايه. معايا هنا بقى الصينيه بتاعتي، انا رفعتها على نار، صينيه غير لاصقه. هنزل فيها ب3 معالق كده من زيت الذره او زيت الزيتون الموجود عندكم. وهدي الفراخ تشويحه كده لمده 5 دقايق لحد ما تبدا تنضج كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، يعني 3-4 دقايق مش 5 قوي. والفراخ بدأت تنضج بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعدين هنزل بالخضار بتاعي، برضو هياخد 2-3 كده لحد ما يدبل. وهنديله كمان رشة فلفل اسود تاني، والملح طبعا نسبي ظبطوه حسب الذوق. 3 دقايق بس الخضار يدبل، وبكده تبقى جاهزة معايا الحشوة بتاعة النجريسكو. ودلوقتي بقى معايا الحلة بتاعتي، رفعتها على نار 3/4 مية، ونزلت فيها بنص معلقة ملح، ونزلت فيها بمعلقتين من الزيت. وهبدأ اسلق المكرونة بتاعتي. هسلقها نص سلق، مش هسلقها سلق كامل. وبعدين هحطها في مصفى تبرد، وبكده تكون جاهزة معايا. وخدوا بالكم من نوع المكرونة، يفضل انها تكون معمولة من دقيق السمولينا. بصوا انا ما سلقتهاش سلق كامل، نص سلق بس. وهنصفي في مصفى، وما بفتحش عليها مية باردة ولا اي حاجة، وهنسيبها تتهوى وتبرد، وبكده تبقى جاهزة معايا نص سلق. ومعايا هنا بقى هنبدأ دلوقتي في البشاميل. نزلت بمكعبين كبار من الزبدة وبربع كوباية من الزيت، ميكس ما بين الزيت والزبدة. وهنا الزبدة البلدي بتنقل البشاميل لحتة تانية خالص. وهنزل بقى دلوقتي ب5 معالق من الدقيق، ويكون دقيق برضو على جودة حلوة. وهنبدأ نقلبه كده الدقيق مع الزبدة والزيت على نار هادية جدا لحد ما قوام البشاميل يكون كريمي.
بصوا، ولو لقيتوه محتاج تاني حبة زيت او حبة او معلقة زبدة ضيفوله، بس هو ده المظبوط، ده القوام المظبوط. وهنزل دلوقتي بلتر من الحليب وعليه كوبايتين من المية، يعني لتر ونص، معدل لتر ونص، لتر حليب ونص مية باردين تماما. نزلت بيهم كده دلوقتي، وهبدأ بقى اعلي النار شوية وبالويسك كده، وهنستمر في التقليب لحد ما قوام البشاميل يتقل، ومش عايزاه تقيل قوي ومش عايزاه خفيف قوي، يعني هو ده القوام المظبوط. الملح طبعا بقى نسبي، ظبطوه حسب الذوق. نزلت هنا كده بنص معلقة ملح، بحب البشاميل يكون دلع شوية، وبرشة فلفل اسود، وممكن مكعب مرق بيديله برضو نكهة وطعم حلو قوي، ولكن ده اختياري. بصوا مع استمراري في التقليب طبعا عشان ما يكلكعش ويعمل اي كتل. هو ده بقى القوام المطلوب، مش تقيل قوي مش خفيف قوي. ومعايا هنا بقى الصينيه بتاعتي مستطيله او اي صينيه انتوا تحبوها، بس المستطيله بتكون افضل. دهنتها كده دهنه زيت بالفرشه، وهنزل فيها بكبشتين 3 من البشاميل، وهنزل بنص كميه المكرونه بتاعتي. هو اساس اصلا النجريسكو مكرونه اسباجيتي يا جماعه، ما تعملوهاش باي نوع مكرونه تاني. النجريسكو على اصوله اساسه الاسباجيتي. ونزلت هنا بنص الكميه بتاعتي وسويتها كده. رتبوا بقى براحتكم. هنزل هنا بكميه الخضار والفراخ بتاعي ورتبتها كده، وهنزل برشه كده محترمه من الزيتون. النجريسكو زي ما قلت لكم اساسه المشروم والزيتون والموزاريلا. وهنزل بنص الكميه التاني من المكرونه، وهرتبه نفس الترتيبه. ومعايا هنا بقى باقي كميه البشاميل، غرقوها بقى بشاميل، يعني غرقوها على قد ما تقدروا. انا بحبها كده تبقى سايحه ونايحه في البشاميل، تبقى غرقانه بصوص البشاميل. بصوا غرقتها على اخرها. وهنزل هنا بقى برشه من الموزاريلا، وممكن ميكس ما بين الموزاريلا والشيدر. وفي الفرن بقى على درجه حراره متوسطه على الرف اللي في النص. اول ما تبدا تبقبق كده، ما بنسيبهاش كتير، دقيقتين بس تبدا تبقبق، وبعدين شغلنا عليها الشوايه من فوق دقيقتين. ولو حابين ان هي ما تبقاش باللون ده، يعني الجبنه ما تبقاش باللون ده، فبندخلها تبقبق الاول، وبعدين نخرجها ونديها رشه الجبنه. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بجد خطيره. النجريسكو كما يجب ان يكون. لو حابين تغرفوها بقى وهي سخنه، مش هتبقى متماسكه ومش هتبقى ماسكه نفسها. ما المفروض ان هي بتبقى مش متماسكه، مش ماسكه نفسها. النجريسكو لازم يبقى متبهدل. بصوا الجمال والحلاوه، حاجه بجد لا تقاوم. شايفين البشاميل قد ايه غرقان فيها؟ بس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاع الفيسبوك. اشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.